شكلت سنة 476 منعطفا حاسما في تاريخ أوروبا، إذ أدت هجمات الشعوب المتبربرة على الإمبراطورية الرومانية إلى زوالها، وبالتالي نهاية العصور القديمة وبداية العصور الوسطى التي تعرف كذلك بالعصور الفيودالية. انهيار الإمبراطورية الرومانية. يقصد بالعصر الوسيط في أوروبا تلك المرحلة التي ساد فيها النظام الفيودالي الإقطاعي، وهو نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يقوم على منح القطع الأرضية من طرف أحد كبار الإقطاعيين لمن يدافع عنه ويحميه. وهي المرحلة الممتدة من نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 ميلادي، مع العلم أن الإمبراطورية دخلت مرحلة الضعف سنة 375 ميلادي، وانقسمت إلى شرقية وغربية سنة 395 ميلادي بفعل ضربات الشعوب المتبربرة الإفرنج والوندال، أدى إلى سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين سنة 1435 ميلادي. الأوضاع السياسية والاجتماعية بأوروبا خلال العصر الوسيط. عرفت أوروبا خلال العصر الوسيط تدهورا شمل جميع الميادين، حيث ساهمت عدة عوامل كضعف السلطة الملكية وانعدام الأمن وانتشار الطاعون والمجاعة واشتداد هجمات الشعوب المتبربرة في الدفع بالأوروبيين إلى البحث عن حماية الأقوياء من جيرانهم القادرين على ضمان معيشتهم وأمنهم، فعرف هذا العصر بالعصر الفيودالي. طبيعة المجتمع الفيودالي. تكون المجتمع الفيودالي من 3 طبقات تتمثل في الأسياد والفرسان ثم الفلاحون والأقنان، وقد كانت العلاقة بين السادة والملوك تتميز بتقديم الخدمة والمناصرة والهدايا والتعويضات إلى الملك، الذي يقدم بالمقابل الإقطاعات للسادة ويتنازل لهم عن الضرائب وحق القضاء في منطقة نفوذهم. وأصبحت هذه التسهيلات تعرف بالامتيازات الفيودالية التي أصبحت وراثية بموجب قانون تحويل الفيودم. طبقات المجتمع الأوروبي في العصر الوسيط. تتكون هذه الطبقات من الأسياد الذين يوجدون على رأس الهرم الاجتماعي، ويتولون حماية الأتباع مقابل أداء الضرائب ورسوم المرور، في حين شكل الفرسان أداة لجمع الضرائب، وهي طبقة تنحدر من الأسياد، وقد أصبحت تقدم الخدمات العسكرية بصفة وراثية مقابل تمتعها بالامتيازات الفيودالية. أما الطبقة الثالثة فتتشكل من الأقنين الذين كانوا يشتغلون لصالح الأسياد والفرسان، وبذلك كانوا في ملك السيد الذي بإمكانه بيعهم أو معاقبتهم. لعب النظام الفيودالي خلال العصر الوسيط دورا كبيرا في تخلف أوروبا، ومهد للمواجهة الدينية بين المسلمين والمسيحيين في إطار الحروب الصليبية. مصطلحات ومفاهيم. الفيودالية كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية فيودوم، وتعني القطع الأرضية التي يمنحها أحد كبار الإقطاعيين لمن يدافع عنه ويحميه، وأصبح هذا النظام الفيودالي معمولا به في تحديد العلاقات بين ملوك الدويلات التي كانت قائمة في أوروبا الغربية وأتباعهم من السادة طيلة العصور الوسطى. الشعوب المتبربرة. بالنسبة للرومان، الشعوب التي كانت خارجة عن الإمبراطورية الرومانية. السيد هو الشخص الذي امتلك الأراضي الفلاحية في أوروبا خلال العصور الوسطى، واستخدم فيها مجموعة من الأقنان. الأقنان فلاحون مرتبطون بأرض سيدهم، لا يملكون حرية مغادرته، كما لا يمكنهم الزواج ولا الإرث إلا بإذنه. أعمال السخرة عبارة عن مجموعة من الأشغال التي كان يقوم بها الأقنان لفائدة الأسياد داخل القصور أو في الضيعات الفلاحية، وقد تدوم عدة أيام أو عدة أسابيع بالمجان.